بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن حال ان شاء الله. تعالوا بقى نعمل مع بعض النهاردة وجبة جميلة جدا، وعلى قد ايدينا كده، اقتصادية حلوة يعني على قد ما نقدر. مع انها بتشتري من بره ايه غالية جدا، بس احنا النهاردة هنحاول نعملها بمكونات بسيطة، وان شاء الله تعجب ولادنا. مش عشان يعني الحاجة غالية، لا مش هنحرم ولادنا، لا احنا نحاول نشوف الحلول البديلة ايه، نعمل لهم حاجة كويسة وبسعر برضه في متناول ايدينا برضه على قد ما نقدر ان شاء الله. هنعمل ايه؟ انا معايا هنا ايه، كان عندي شويه فلفل مركونين في التلاجة كده بقيت الاسبوع، بقى انتوا عارفين احنا في اخر الاسبوع. ورحت ايه مقطعاهم كده بالشكل ده كده، فرماهم. كان عندي فلفل رومي على فلفل طويل، يعني حوالي نص كيلو كده. مسكتهم فرمتهم بالسكينه ناعم زي ما انتوا شايفين معايا كده. ما عندك كبه ممكن تعملي الحاجات دي في الكبه، بس يستحب انها تبقى متقطعه كده عشان تبان في الوصفه بتاعتنا، تبقى طعمها باين كده في الوصفه بتاعتنا، بتدي طعم افضل يعني وتست عالي شويه. قطعتهم كده كلهم، هبتدي افرمهم كده بالسكينه على قد ما اقدر، ناعم شويه على قد ما اقدر. هعبيهم في بوله بقى واحطهم على جنب دلوقتي، نشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. فلفل حامي بقى على بارد، عايزاه بارد بس، عايزاه حاره ممكن تعمليها زي ما انت عايزه فلفل الوان ممكن تحطي، متاح جدا وهيبقى جميل جدا برضو معانا. انا معايا هنا حوالي 3 بصلات كده كبار، بس يكونوا كبار بس. وجبت المبشره بتاعتي وهبتدي ابشرهم برضو ناعم بالشكل ده كده. يعني الوصفة دي النهاردة بتحب البصل والفلفل معانا. شوف هنعمل ايه مع بعض، وصفة جميلة جدا وهتعجب ولادنا جدا. انا فرمت البصل كده كمان، هو كمان بشرته. هبتدي احطه في بولة واركنه على جنب. كمية بصل كبيرة كده محترمة، عشان تبقى الوجبة بتاعتنا فيها بركة كده وحلوة، يعني نكتر الفلفل ونكتر البصل عشان تبقى الوجبة بتاعتنا ايه فيها بركة كده. هنعمل ايه بقى؟ هنعمل السجق بطريقة حلوة جدا. هنعمله حواوشي، بدل ما نروح نشتري اللحمة 150 جنيه، اللحمة المفرومة المجمدة، والتانية 180، مش اقل من 180 جنيه. فهبتدي ايه، فكيت السجق زي ما انتم شايفين معايا كده، فكيته من الهنك بتاعه وايه وحطيته كده. نشوف هنعمل ايه مع بعض. طبعا فرمت الفلفل وفرمت البصل، وهخلي السجق بتاعي هطلعه كده بالشكل ده كده، هفكه بالشكل ده زي ما انتم شايفين معايا كده. هترمي كمية كبيرة جدا، يعني تخيلوا انا ابني راح يشتري رغيفين، لقى الرغيف الواحد ب55 جنيه. مش عارفة عشان ايه، عشان قال ايه حواوشي سجق. لا طب ما احنا ممكن نعمله في البيت، وبالعكس ده هيبقى ارخص كمان من اللحمه، وهيبقى فيه بركه عن اللحمه. ودلوقتي هتشوفوا الكميه عندي قد ايه لما افكها، يعني لما افكها واعملها كده هتشوفوا الكميه عندي قد ايه. عملت لي حوالي ما شاء الله كميه كبيره جدا، يعني حوالي 18 رغيف من الكل السجق. عملته كده بالشكل ده كده، فكيته كله. وبعد كده هبتدي اخلط المكونات بتاعتي. عايزه تكتري بصل عن كده كتري، بس التوابل بقى الميزه فيه ايه، ان التوابل بتاعته موجوده فيه بقى، مش هتحتاجي تجيبي توابل حواوشي ولا توابل حاجه. السجق اصلا ما شاء الله متبل جميل جدا. حطيت عليه الفلفل كده والبصل كده. يعني انا لما جربته ندمت انه كنت بجيب اللحمه، ليه ما كنتش بعمله سجق يعني، اوفر بكتير وبيرمى اكتر بكتير جدا. ويعني انا جربته ما نزلش دهون معايا ولا حاجه، مش زي الحواوشي الجاهز اللي احنا بنجيبه بينزل كله دهون. بصي بعد ما يستوي الرغيف تبص تلاقي ايه كله نزل دهون وفي حته لحمه صغيره قد كده. لا ده بسم الله ما شاء الله تحفه، هرمى معايا كتير جدا وهتشوفوه معايا في اخر الفيديو. طبعا انا زي ما قلت لكم السجق فيه التوابل، دقته بس كده لقيته عايز شويه ملح فحطيت له شويه ملح بالشكل ده كده. بس بقى ايه، بدور في التلاجة كده بقى لقيت ايه حتة جبنة كده، حتة جبنة موتزاريلا. رحت حطها عليها. عندك ماشي، ما عندكيش ماشي، يعني هي ما فرقتش كتير والله في الطعم ولا حاجة، بس يعني عشان الولاد ها. فلقيتها كده في التلاجة عندي مركونة، رحت حطها عليه وقلبتها فيه كده عشان ما يبقاش فيه رغيف اكتر، ايه فيه رغيف اكتر من رغيف. عندي بقى الرغيف العيش البلد ده جبت بجنيه من اللي هو على البطاقة 20 رغيف. وعملت بقى السجق الجامد ده تحفة. وبكده بقى نكون عملنا الحواوشي بطريقة بسيطة أبسط مما كان من اللحمة. وبرضو يعني لازم ندخل لولادنا ايه يعني حاجة في الشهر كده ها. هو الكيلو السجق ب100 جنيه، لا اللحمة من 100، بتتراوح من 150 جنيه ل180 جنيه. ديت ب100 جنيه. ولميت حالي وعملت حوالي، هتشوفوه معايا دلوقتي، عملت 9، وكان باقي كمان في البولة هتشوفوه معايا دلوقتي زي ما انتم شايفين معايا كده. المهم انا خلصت الكمية بتاعتي وحشيتها. معايا الجريل على النار.
دهنته زيت كده وسخنته كويس جدا، وحطيت عليه الايه الرغيف الحواوشي بتاعتي كده، ايه قال يعني جو مطاعم يعني. بس انت ممكن تحطيه في الصينيه وتدهنيه من تحت ومن فوق زيت، وتحطيه في الصينيه في الفرن، هيبقى معاكي تحفه جدا. بس انا عملته كده يعني ايه، عيشت الولاد جو مطاعم شويه. وهبتدي ادهن وشه بقى بزيت كده، طبعا دهن الجريل من تحت زيت، هدهنه زيت من فوق كده زي ما انتم شايفين معايا كده، وابتدي ياخد لون واقلبه، واضغط عليه كده علشان السجق بتاعي يستوي معايا من ناحيتين يعني. شايفين بضغط عليه ازاي؟ عشان السجق بتاعي يلمس الجريل ويبقى ايه، ويبقى يستوي معايا. بس اهم حاجة بقى ايه، ادهنه بالزيت كده بالفرشة، عشان يبقى محمر معايا كده ومقرمش، ويبقاش محروق، يبقى مقلي كده حلو كده ومقرمش. افضل اقلب فيه كده على الناحيتين كده زي ما انتم شايفين معايا كده. اتاكد كويس جدا ان ايه، إن السجق من جوه استوى معايا. شايفين شكله تحفة ازاي؟ ما شاء الله حلو جدا. بقلب العيش زي ما انتم شايفين معايا كده، يعني كل ما اقلبه ادهنه زيت الناحيه التانية، كل ما اقلبه ادهنه زيت الناحيه التانية. امشي بالفرشه كده على البسيط، هي الفرشه بتاخدش كتير، بس بتدهن الرغيف كده، تشبع الرغيف من فوق كده ايه زيت. هيبقى معايا بالشكل التحفه ده. وعملت الاولاد اللي نفسهم فيه بمكونات بسيطه على قد ما اقدر، بدل ما احرمهم خالص او اروح اشتري الحاجه بالغلا والقوه من بره. لا، انا بعملها في البيت، وبدايل اللحمه المفرومه يعني بتبقى فعلا حاجه حلوه قوي. كده بقى انا بعمل على قد الموجود عندي، بس دول 8 ترغفة. شايفين 2 4 6 8، وفي واحد كمان على الجريل يبقى 9 ترغفة. هتشوفوا بقى الحشو من جوه الرغيف مليان ازاي، وهتشوفوا اللي باقي في البولة قد ايه. هقطعه لكم بس كده عشان تشوفوا الحشوة بس من جوه ما شاء الله عاملة ازاي، الرغيف مليان ازاي. يعني عمرك ما هتشتريه من بره بالسمك ده كده، ولا يكون الرغيف مليان وبالنظافة والجمال ده كده، وعاملة حاجة في ايه في بيتك جميلة، وغاسلة خضارك ومنضفة الجريل بتاعك او الصينية بتاعتك. طبعا حاجة مضمونة وحلوة جدا جدا لولادنا. شايفين بقى مليان ما شاء الله، مليان الرغيف. وعلى على مليانه ده يعني عمل معايا حوالي 9، و9 باقيين في البولة، يبقى كده ايه حوالي 18 رغيف حواوشي. ما شاء الله رمى كمية كبيرة جدا، ولا دهون بقى. وده انت شفتوا الجوريل اللي معايا ما لهوش دهون ولا عليه اي حاجة خالص، وطالع لونه تحفة ومقرمش. لو عايزة تخليه طري بقى ممكن تلفيه بكيس بستريتش كده او تغطيه بفوطة عشان يبقى طري معاكي، بس هو كده مقرمش بقى وتحفة. شايفين بقى المنظر بتاعه عامل ازاي؟ وادي بقى اللي باقي في البولة ما شاء الله يقضي كمان يعني حوالي قد اللي عملناه، يعني قد اللي سويناه ده. بسم الله ما شاء الله رمى كتير جدا. وده كان الفيديو بتاع النهارده بقى. يا ريت لو عجبكم ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد وحصري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.